السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تعالى. مرحبا بكم متابعينا الكرام، نتمنى تكونوا كامل بخير إن شاء الله. اليوم في فيديو جديد كما شفت في العنوان راح نتكلم على موضوع جديد، ألا وهو الزيادة في المنحة الجزافية لسنة 2026 والخاصة بقطاع التضامن فئة ذوي الاحتياجات الخاصة. لماذا هذا الموضوع؟ لأنه بعد التجاذب الكبير الذي حدث حول الزيادات مؤخرا بالنسبة لأجور الموظفين، وأيضا منحة البطالة، آخرا ومؤخرا في منح ومعاشات المتقاعدين، جاء الدور على التكلم عن الزيادات في المنحة الجزافية نظرا لبعض المنشورات الأخيرة، واللي إن شاء الله راح نجاوب على كل تساؤلات الإخوة المتابعين. فقط قبل أن نبدأ الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو، وبارك الله فيكم. ودائما أي تساؤلاتكم وانشغالاتكم اكتبونا في التعليقات، وإحنا بدورنا نبحث عن المعلومة الصحيحة من المصادر الرسمية ونشاركها معكم بإذن الله. إذن خوتي بدون إطالة نبدأ الفيديو تاعنا على بركة الله. صدر مؤخرا العديد من المنشورات تتكلم عن الزيادات في المنحة الجزافية. هل تكلم الرئيس عن الزيادات في المنحة الجزافية لذوي الاحتياجات الخاصة؟ هذا التساؤل الكبير الذي جاء من العديد من المواطنين، وخاصة أفراد فئة ذوي الاحتياجات الخاصة والمنتمين إلى قطاع التضامن والمستفيدين من المنحة الجزافية للتضامن آفاس. ذلك نظرا ل ورود اسم زيادات في منحة ذوي الاحتياجات الخاصة عن الرئيس. بكل صراحة خوتي، هي في مناسبة أول ماي الرئيس تكلم عن الإنجازات السابقة، ولم يتكلم عن الزيادات الآتية مستقبلا. لأنه كان العديد من الإخوة نشروا منشورات وقالوا أن الرئيس تكلم على الزيادات، وكان زيادات ذوي الاحتياجات الخاصة في المنحة الجزافية. ولكن خوتي احنا تأكدنا من المصادر الرسمية، واللي حب خوتي كاينة صفحة رئاسة الجمهورية هي اللي جاء فيها هذا المنشور، تقدروا تطلعوا عليه خوتي. الرئيس تكلم عن أنا نحكي لكم خوتي، نتكلم معكم بالعامية باش تفهموني كامل، يفهموني خوتي. أنه الرئيس تكلم عن الإنجازات السابقة، قال أنه احنا بدينا في الزيادات منذ سنة 2022 وطبقنا عدة زيادات، ومنهم زيادة بالنسبة لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة اللي كانوا يتقاضوا 10,000 دينار مليون، ولاو يديو 1200 مليون و200. وأيضا بالنسبة اللي كانوا يديو تاع 300,000 ولاو يديو 700,000 خوتي، 7,000 دينار جزائري. هذا الرئيس تكلم عن هذه الزيادات، ولم يتكلم عن الزيادات القادمة أو زيادات في المستقبل. وإحنا هذا ما نتمنى من هذا المنبر المتواضع. في نفس الوقت احنا نجاوب على تساؤلات الإخوة المتابعين، في نفس الوقت أنه نحاول نسمع صوتكم للمسؤولين من خلال هذه الفيديوهات. ننشر دائما مطالب وانشغالاتكم إن شاء الله تكون للمسؤولين أذان صاغية، وتلتفت إلى هذه الفئة وتحقق ولو جزء من المطالب، أي شيء أي حاجة في صالح هذه الفئة. نثمن كل ما هو حتى ولو قليل، نحن نثمن كل المجهودات التي تصب في صالح فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، سواء تعلق الأمر بالزيادات أو النصوص التنظيمية التي ننتظرها دائما وتكلمنا عليها كثير. كانت آخر خرجة للوزيرة، وزيرة التضامن، قالت أنه تقريبا تم الانتهاء من إعداد النصوص التنظيمية، وفقط يتم إصدارها تباعا. منهم خوتي النص التنظيمي الخاص بالنقل، واللي صدر مؤخرا ودرنا فيديو عليه وشرحنا كل التفاصيل حول هذا النص التنظيمي الخاص بالنقل، مجانية وتخفيض النقل في ذوي الاحتياجات الخاصة بنسب متفاوتة من 80 إلى 100%، ومن 50% إلى 80%. أيضا ننتظر النص التنظيمي المهم، ألا وهو الخاص بالسكن، في تخفيض إيجار السكنات بالنسبة للسكن الاجتماعي، وأيضا قيمة امتلاك شراء السكنات الاجتماعية. أي واحد يدير ملف كان مستفيد من قبل من السكن الاجتماعي راح يدير ملف من أجل تسديد حق السكن، من أجل اكتسابه للملكية التامة للسكن، وعنده حق التصرف في هذا المسكن مهما كانت طبيعته. إذن خوتي قلنا من بين أهم المطالب هي الزيادات في المنحة الجزافية. لذلك الكثير من المنشورات والفيديوهات على مختلف منصات التواصل الاجتماعي، خاصة فيسبوك ويوتيوب، لاحظوا أن الجميع يتكلم على الزيادات، يغتنموا الفرصة كل ما يسمعوا كلمة الزيادة يجروا للمنشورات. كان من المفروض التأكد من هذه المعلومات قبل نشرها، لأنها فئة لا يجوز التلاعب بهذه الفئة، ويبقاو يتساءلوا ويستناوا وينتظروا في كل شهر الزيادات. ولكن خوتي ما كان زيادات لحد الآن إلا إذا أتى إعلان من رئيس الجمهورية أو من قبل الحكومة نفسها. وإحنا دائما رانا متبعين، وإن شاء الله نجيب لكم المعلومات من المصادر الرسمية بإذن الله.
إذن خوتي هذا فيما يخص يعني الكلام الكثير حول الزيادة في المنحة الجزافية. نعرف بلي خوتي مؤخرا تم الزيادة تقريبا كل القطاعات، بداية من الموظفين إلى منحة الطلبة، وأيضا منحة البطالة التي يعني زيادة نعتبرها زيادة معتبرة من 15,000 دينار إلى 18,000، يعني من 1,500,000 حتى 1,800,000 زيادة معتبرة، خاصة يعني تصب بفائدة يعني شباب في مقتبل العمر يعني وبصحة جيدة. اللهم لا حسد، ربي يرزق الجميع إن شاء الله. ولكن نحن نقارن بعض الأحيان بهذه الفئات، مثلا منحة البطالة ومن ذوي الاحتياجات الخاصة، لا يجوز أو لا مجال للمقارنة، خاصة شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة وله عائلة، يعني رب أسرة عنده زوجة وأطفال، ويستفيد من منحة أقل من شخص يعني يستفيد من منحة البطالة أكثر قيمة، يعني تقريبا الثلث، وأيضا ليس له عائلة. لذلك احنا خوتي نثمن كل يعني المجهودات، كل يعني مواطن جزائري يستحق يعني السكن والمنحة والعمل إلى غير ذلك، ولكن نحن نطالب بالتساوي وإعطاء كل ذي حق حقه، خاصة في ذوي الاحتياجات الخاصة. يعني نعتبرهم أشخاص غير قادرين عن العمل، عاجزين، ولديهم أسر ولديهم يعني متطلبات الحياة، وكان الرئيس قد وعدهم بالعيش الكريم، ولكن لحد الآن حتى الزيادات التي وعد بها ما زالت يعني تراوح مكانها، ولم يتم صدور أي قرار بخصوص هذه الزيادات التي نتمنى من هذا المنبر المتواضع النظر بعين الاعتبار إلى هذه الفئة وتحقيق مطلبها الأول والذي يعني في كل مرة، في كل فيديوهات، في كل المناشير نجد مطالبات بالزيادات نظرا للتضخم الكبير الحاصل وغلاء المعيشة. حتى الزيادات هذه خوتي اللي صبت في منح ومعاشات المتقاعدين لم ترضى حتى أحد منهم، يعني الجميع ساخط على هذه الزيادات نظرا لقيمتها الضئيلة، وأيضا إلغاء التثمين السنوي للزيادات الخاصة بكل شهر ماي من كل سنة. أعتبرها خاصة لأن هذه الزيادات ذهبت في مهب الريح نظرا للتضخم الذي أكل هذه الزيادات، ولا أصبحت هذه الزيادات أو المنح والمعاشات في يعني لا تسمن ولا تغني من جوع، خاصة أصحاب الدخل الضعيف. فقط نثمن يعني الشيء الإيجابي، وهو الرفع من الحد الأدنى الوطني المضمون للأجور الذي أصبح 24,000 دينار جزائري ابتداء من 1 جانفي، مما ساهم في رفع منحة والتقاعد من 15,000 إلى 18,000 دينار جزائري. وأيضا بالنسبة للمعاش أصبح أدنى حد هو 24,000 دينار جزائري، 2,400,000. هذه خوتي احنا نتمنى أي زيادات، أي يعني شيء أو قانون في صالح هذه الفئات، خاصة الفئات الهشة. أيضا هذو المتقاعدين اللي عندهم مداخل يعني ضعيفة نعتبرهم أيضا من الفئات الهشة، لأنه خوتي كامل نعرفوا باللي حاليا في وقتنا هذا 18,000 دينار مع عائلة لا تكفي لأي شيء، نظرا كما سبق وذكرنا أن التضخم أكل كل هذه الزيادات والمنح والأجور الضئيلة. ولكن بين قوسين خوتي نحن نثمن أي شيء إيجابي يصب في مصلحة هذه الفئات حتى ولو كانت بسيطة، نتمنى الأفضل إن شاء الله مستقبلا. ثم خوتي دائما في هذه الفيديوهات اتفاعلوا معنا خوتي، احنا بدورنا يعني من هذه المنابر البسيطة المتواضعة نحاول إيصال أصواتكم إلى المسؤولين، لأنه حاليا خوتي لا يخفى على أحد أن السوشيال ميديا أو مواقع التواصل الاجتماعي أصبح لها صوتا مسموعا، ويأخذ المسؤولين بعين الاعتبار يعني صداها. لذلك خوتي اتفاعلوا معنا سواء بالتعليقات، اكتبوا لنا انشغالاتكم، تساؤلاتكم، مشاكلكم إلى غير ذلك، وانتم أيضا أعطونا آراءكم، أفيدونا بالجديد، نحاولوا أن نفيدوا بعضنا البعض خوتي، والإعجاب بالفيديو ومشاركة الفيديو مع أصدقائكم. إذا خوتي هذا واش كان في فيديو التعليم، حاولت نشارك معكم آخر المستجدات حول الزيادات في المنحة الجزافية، وأيضا محاولة يعني إيصال صوتكم إلى المسؤولين. إلى فيديو قادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.